النهاردة عندنا موضوع مهم جدًا، جدًا، ومعظمكم بيحبه وبيسألني عليه، وأنا شخصيًا باحب أوي إن أنا أتكلم أو أعرف عن الحاجات دي، وهو إيه؟ هو فكرة التريكات. التريكات بتوفّر علينا وقت كبير، علشان كده النهارده هنتكلم عن 5 تريكات مختلفين لكن مهمين. طيب ليه بنحب التريكات دي؟ لإن هي زي ما قُلت لكم بتوفّر علينا، بتوفّر من ناحية إيه؟ من ناحية خطوات كتير أنا هاعملها في الحاجة دي، التركاية بقى لمّا باطبّقها بتوفّر عليّا الخطوات دي كلّها، وكمان بتوفّر عليّا وقت وبتوفّر عليّا مجهود، ومش بس كده الأحسن يعني الأفضل بكتير من كل التوفير اللي أنا قُلت عليه، هو فكرة إن التريكات مش فكرة إن أنا باكروت، هي بتوصّلني لنفس النتيجة والنتيجة الاحترافية، لكن بطريقة أبسط أو يعني بطريقة أسرع. فعلشان كده تعالوا مع بعض نشوف إيه هي ال5 تريكات ونتكلم في أول تركاية معانا النهارده. معظمكم مهتم بمونتاج الreels ودايمًا بيسأل عايزين أفكار للreels وعايزين تريكات للreels وحاجات زي كده. فهاقول لك إنك لو مهتم بحتّة زي دي، فهاقول لك إن التركاية الأولى دي محتاجة تركيزك، وتعالَ هاقول لك ليه أنا باقول كده. هاقول لك إن أنا دلوقتي أهو لو جِبت الفيديو ده وسحبته على الsequence بتاعي تمام، وبعد كده جيت عملت القطّات دي أهو، طبعًا مش بنعمل قطّات بشكل عشوائي، لكن لو أنا مثلًا باعمل reel وبedit يعني على الreel، لو عندي شخص بيتكلم فأنا باشيل السكتات، باشيل الحاجات المتكررة أو الأخطاء وكل الحاجات دي، وطبعًا أنتم فاهمينّي. فلو أنا مثلًا عملت الفكرة دي أو مثلًا باشتغل على أيًا كان الdata بتاعتي لو هاعمل حتى promo هاعمل أي حاجة تمام، والفيديو بتاعي عملت فيه أكتر من cut زي كده، ومحتاجة إن أنا أضبّط الألوان بتاعتي وأعمل color correction. طيب أنا دلوقتي خلّيت الفيديو أجزاء منفصلة، فهاعمل إيه؟ هاقول لك إن في 3 طرق تخلّيني أتمكن إن أنا أعمل ده، بس مش ال3 طرق احترافيين للأمانة، يعني الطريقة التالتة هي احترافية أكتر، لكن خلّينا برضه نقول ال3 طرق على أساس نكون ملمين بكل حاجة. فهاقول لك إن الطريقة الأولى هي إن أنا هادخل على الworkspace الخاصة بالcolor وبعد كده هاضبّط عادي جدًا، خلّيني أهو باضبّط عادي خالص تمام، وبعد كده هارجع مثلًا للworkspace الخاصة بسارة، وبعد كده أهو هالاقي إنه في حاجة حصلت عندي، إنه ده تمام اتضبّط عندي، لكن ده لأ، الجزء ده لأ، والجزء ده لأ. طيب هاعمل إيه في حالة زي كده؟ الحالة الأولى أو الطريقة الأولى إن أنا باجي على الgeometry color وآخدها control C أهو، بعد كده باعمل select على الأجزاء الباقية وأعمل control V، فهالاقي أهو إنه اتغيّر عندي، وبالتالي هالاقيه كمان اتضاف في الeffect controls، هالاقي اتضاف الgeometry color بنفس القيم أو بنفس الحاجات اللي أنا غيّرتها. فدي الطريقة الأولى وهي مش احترافية، بس أنا حبيت أقولها لكم. وفي طريقة تانية هاقول لكم يعني نعمل إيه. لو أنا مثلًا دلوقتي جيت رجعت الخطوات دي لورا أهو، ممكن آجي هنا أضغط كليك يمين وأختار new item ومنها أختار adjustment layer بالشكل ده، وهادوس على أوكي، وهاجي أسحب الadjustment layer هنا بالشكل ده، وهاجي بقى بدل ما أضبّط الألوان على الفيديو نفسه، هاضبّط الألوان بتاعتي على الadjustment layer. لو أنت ما تعرفش يعني إيه adjustment layer وأول مرّة تسمع عنه أو مش فاهم أوي يعني إيه adjustment layer، فهاقدر أقول لك إن أنا اتكلمت عنه بطريقة يعني مبسّطة أوي وباستفاضة في الفيديو اللي فات، فتقدر ترجع له من خلال الآي اللي هتظهر من فوق وتعرف كمان وتستفيد من موضوع الدرس. لكن دلوقتي خلّيني أدخل أهو على الجزء الخاص بالcolor فين أهو، وبعد كده مثلًا خلّيني أضبّط تمام، أنا مش باضبّط معاكم دلوقتي اللي هو تمام يعني، أنا باحاول أغيّر شوية على أساس نلاحظ الفرق، لكن مش معنى كده إنه ده المضبوط. بس عامةً خلّينا أهو بُصّوا أنا ضبّطت مثلًا الجزء ده، لكن هالاقي إن الجزء ده ما اتضبّطش ولا ده ولا ده، لكن عندي أهو، فهاعمل إيه، هاسحب الadjustment layer على طول الفيديوهات دي أهو، لإن هو نفس الفيديو فمتصوّر في نفس الإضاءة بنفس كل حاجة، تمام، فأنا أهو سحبت عليه الadjustment layer طوّلت المدة، فبالتالي هالاقي إن كل حاجة اتطبّقت على الفيديوهات كلّها أو على الأجزاء المنفصلة، ودي كانت تاني طريقة. تعالَ بقى أقول لك على الأكثر احترافيًا، وهي إن إحنا هنعمل إيه، خلّيني أشيل الadjustment layer بالشكل ده تمام، وبعد كده هاجي هنا
على الwork space الخاصة بالcolor أهو، وبدل ما هاكون واقفة هنا إن أنا على الفيديو أو على الجزء ده، خلّيني أدخل على الsource تمام، اللي هو الفيديو الأصل أساسًا، وهاضبّط عليه الألوان بتاعتي، وبالتالي هالاقي إن قائمة أو الجزء الخاص بالsource فتح عندي، وبُصّوا كده مثلًا لو غيّرت أي ألوان هالاقيه بيتطبّق أهو عندي على الفيديو أهو مثلًا أهو أيًا كان، وبعد كده خلّيني آجي هنا على الفيديو بالشكل ده، لو دخلت مش على الجزء ده، لكن هالاقي على الsource هالاقي أهو القيم متغيّرة، لو دخلت على الجزء ده وأهو دخلت على الsource هالاقي إن القيم متغيّرة، تمام، بُصّوا كده، هالاقي إن كلّهم الإضاءة أو الألوان اتضبّطت فيهم، ليه؟ لإن أنا ضبّطت على الsource نفسه، على الفيديو كامل نفسه، تمام؟ فدي كانت الطريقة التالتة ودي أكثر احترافية. طبعًا طبّقوا الطريقة اللي أنتم تحبوها، كده بنوصل لنفس النتيجة، بس علشان نوفّر في الوقت. بس هاقول لك إنه يُفضّل إنك أساسًا تضبّط كل الcolor correction بتاعك ده قبل ما تعمل القطّات، يعني اعمل الcolor correction وبعد كده اعمل القطّات براحتك وشيل الأجزاء اللي أنت عايزها براحتك، على أساس ما تتعرّضش لمشكلة زي كده، ولو نسيت فأنا أهو قُلت لك على 3 طُرق أسهل من بعض تقدر توصل بيهم للنتيجة اللي أنت عايزها. التركاية التانية برضه هتعجبكم أوي، تعالوا نشوف مع بعض إيه هي. هي إن أنا دلوقتي عارفين إن أنا مثلًا لو واقفة عند الجزء ده كده تمام بالindicator لمّا باجي أكبّر هو بيكبر معايا من الجزء ده تمام، يعني مثلًا خلّينا أقول لكم إن أنا هاجيب مثلًا خلّيني أduplicate عادي الفيديو بتاعي أهو بالشكل ده تمام. فأنا عملت duplicate عادي، لو أنا مثلًا أهو واقفة هنا بالindicator وجيت بالplus والminus باصغّر حجم الsequence بتاعي أو باكبّره، فلمّا باكبّر شايفين بيكبر معايا بس بيبقى الcenter أو المركز بتاعي اللي هو الجزء بتاع الindicator أو اللي واقف عنده الindicator. لكن تعالوا هاقول لكم على التركاية دي هي إن أنا مثلًا لو عايزة أنا أهو واقفة بالindicator هنا، وعايزة إن أنا أكبّر من الجزء ده مثلًا أو أركّز على الجزء ده، فهاعمل إيه؟ وأنا واقفة هنا كده هاضغط على Alt وبالscroll شايفين؟ بيكبر عندي الجزء اللي أنا واقفة عنده بالسهم بتاعي، وهالاقي إن الindicator بتاعي بالجزء أصلًا ما بقاش موجود، من كتر ما أنا يعني كبّرت حجم الsequence بتاعي، بس أيًا كان أهو لو واقفة عند الجزء ده هيكبّر لي ويحافظ لي على إن الجزء ده يكون موجود معايا، وهو بيكبّر لي حجم الsequence. بس كده، دي كانت التركاية التانية، وطبعًا كتير مننا هيحتاجها ومحتاجها في شغله. ودلوقتي التركاية رقم 3 هو إنه في حاجة بتبقى متضافة عندي بس هي بشكل صغير كده، مش كلنا بناخد بالنا منها لكن هي مفيدة وهتوفر برضه عليَّ خطوات وحاجات كتير. زي إيه؟ هي إن أنا دلوقتي وأنا واقفة في مكان فاضي مش واقفة على الفيديو نفسه، هالاقي إن الجزء ده عندي فاضي، فلو جيت ضغطت على الفيديو بتاعي بعيد عن هيظهر لي كل الحاجات بتاعته في الeffect controls، لكن هاقول لك إنه في عندي اختيار هنا هيسهل عليَّ كتير. وهو إيه، إن أنا لو جيت دوست على السهم ده واخترت transform بالطريقة دي، هيدّيني الأبعاد بتاعتي أهو، لو مش مدّيني إن هو واقف لي على الفيديو أو الزوايا بتاعة الفيديو، فاقدر أضغط على الicon دي وآجي من هنا كده أهو، بصوا، هاجي هنا أهو تاني، شايفين؟ ينفع إن أنا أصغّر وينفع إن أنا أتحرّك يمين وشمال وفوق وتحت. ليه؟ لإنه ده transform فإحنا عارفين إن الtransform بيدّيني الحركة الكاملة زيّها زي الmotion يعني، إن أنا أتحرّك يمين وشمال وفوق وتحت وكل الاتجاهات دي، يعني زي ما إحنا عارفين. طيب تمام. وبعدين بقى لو أنا جيت غيّرت من هنا وخلّيته crop تمام، خلّينا أهو يعني فرضًا مثلًا إن أنا هارجع كل الخطوات دي، وخلّيت إن هو crop لو مش مدّيني إن أنا يعني أنا أهو مختارة crop لو مش مدّيني إن أنا أتحكم منه أو إن أنا أسحب من الزوايا بتاعته، فاضغط برضه على الicon وهاجي بعد كده إن أنا أعمل الcrop بتاعي تمام جدًا أهو، مثلًا أنا عايزة الجزء ده أهو. وينفع كمان أتحرّك جوّه الكروب، يعني إن أنا أغيّر الجزء اللي أنا عملت له crop أو مثلًا عايزة آخُد الجزء ده مثلًا أهو، فعادي جدًا، جدًا، تمام؟ طيب الcrop ده أنا كنت باوصل له من خلال effect controls
إن هو بيبقى موجود عندي لو أنا شغّالة على النسخة 25 فهو مثبّته لي، وكمان كنت باوصل له في الeffects فأنا ممكن أهو وصلت له بطريقة سهلة جدًا وهو من هنا وما فيش أي مشكلة معايا خالص. التركاية الرابعة واللي هي قبل الأخيرة، لو أنا مثلًا عايزة أعمل فكرة الloading بتاعي أو إن أنا كأن في شريط كده عندي بيحمّل من تحت أثناء ما الفيديو شغال، فهاعمل الفكرة دي إزاي؟ بُصّوا كده إن أنا لو جيت عملت بالsheet بتاعي بالشكل ده كده أهو، تمام، وبعد كده ممكن آخُد الsheet بتاعي ده أنزّله لتحت كده شوية، خلّينا نلغي الtool دي علشان تخلّيني أتحرّك براحتي، فأنا مثلًا أهو ممكن بعد كده آجي أغيّر اللون بتاعه مثلًا أخلّيه باللون الأصفر مثلًا أهو، وبعد كده هاعمل إيه، هاجي من effect controls وهاجي على الcrop يعني مثلًا لو أنا عايزة أخلّيه يتحرّك بالشكل ده، بُصّوا كده، هاخلّيه مثلًا كده، وبعد كده هاجي على آخر الفيديو مثلًا، خلّينا مثلًا نقلل من مدته شوية أهو، هاجي مثلًا على آخره، وهاجي إن أنا أخلّي دي 100% أهو، خلّيها 0 كده معايا، تمام بُصّوا، أوقات كتير بتيجي لي الdata بتبقى مش كلّها متصوّرة Full HD بتبقى مثلًا في منها ال4K وفي مثلًا حاجات بتبقى متصوّرة بالدرون اللي هي الكاميرا أو الطيارة اللي هي بتصوّر من أماكن عالية. طيب في حالة زي كده لمّا باجي آخُد الفيديو بتاعي وأسحبه على الsequence فبالاقي إن هو كإنه مضيّع لي أبعاد أو تفاصيل كتير في الفيديو بتاعي. طيب في حالة زي كده إن أنا هاجي هاعمل إيه؟ هاجي هنا أهو على الproperties وبعد كده هاضغط على fit هالاقيه إن هو ضبطها لي، أو ممكن كمان إن أنا آجي أهو من edit بالنسبة للناس اللي ما عندهاش قائمة الproperties هاجي من قائمة الedit وهادخل على الpreferences بعد كده هاختار منها الmedia وبدل none أو الscale to frame size هاخلّيها fit to frame size، فبالتالي هيخلّي لي الفيديو ياخد الأبعاد بتاع الsequence وفي نفس الوقت ما يبقاش عامل زي zoom in يضيّع معايا تفاصيل، وأنا أحيانًا ممكن ما ابقاش آخدة بالي، يعني أنا مثلًا مش أنا اللي مصوّرة الdata فأنا ما أعرفش مثلًا إيه الأبعاد، فممكن بعد كده الشخص اللي هياخد منّي الفيديو يقول لي ده في حاجات كده مش مضبوطة أو كل الكلام ده، فتركاية زي كده هتوفّر وتسهّل عليّا كتير. وبس كده، دول كانوا ال5 تريكات بتوع النهارده، فأتمنى يكونوا أفادوكم وتكونوا يعني أُعجبتوا بالأفكار بتاعتهم وفعلًا يوفّروا عليكم كتير، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى كل يوم اثنين وخميس درس جديد الساعة 10:00 مساءً.